أهلا وسهلا بكم. الحقيقة أنا إذا رأيت هذه الكاميرات اشتقت لمن خلف الشاشات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى أن تقبلونني ضيفا خفيفا إن شاء الله تعالى في إطلالة خاصة في الحديث عن أغلى مخلوق تحبونه ونحبه جميعا، محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أستأذن الأخ الكريم الذي يراني وأختي الكريمة التي تراني، حتى الأطفال والصغار والكبار، أقول مساكم الله بالخير ومرحبا بكم في هذا اللقاء. كأنك تراه، هذا هو لقاؤنا بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولعله من توفيق الله لنا واصطفائه لي أني أصور اليوم وأنا أرى الكعبة ومن مكة ومن هذا المشهد العظيم. الحقيقة لا أخفيكم سر، خلال فترة الإعداد لهذا الموضوع وأنا الحقيقة أطل على الكعبة وأرى الحقيقة المشاهد المسجد الحرام، يعني عشت الأجواء شوقا وحبا وإقبالا ورغبة وتفاعلا حقيقة جدا جدا جدا. واسمحوا لي الحقيقة أن يتكلم بهذا الشعور، لأنه شعوري حقيقة وأنا أكتب عن حبيبي صلى الله عليه وسلم وأعد هذه المادة. وأقول لكم يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه وسلموا طول المدى، فصلاتكم وسلامكم نورا لكم في أمسكم وبيومكم ولكم غدا. عمرنا فكرنا أن الرسول يحبنا؟ حنا دائما نقول لماذا لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فكرت أن الرسول يحبك؟ طبعا الشواهد في حب النبي لنا كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن أبغاك تنظر لها من زاوية النبي عليه الصلاة والسلام. شايفنا ترى أمته، شايفنا رسالته التي سيقابل بنا ربه يوم القيامة. أن يوم القيامة إذا وقف كل نبي مع أمته، النبي صلى الله عليه وسلم يفخر بهذه الأمة التي يكثر سوادها ويكثر أتباعه عليه الصلاة والسلام. حنا جهد النبي، حنا عرق النبي، حنا تعب النبي، حنا بذل النبي، حنا دماء النبي، حنا حزن النبي وآلام النبي وتعب النبي، ولذلك هو يحبنا ويفخر بنا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويأنس بنا. سنتحدث إن شاء الله تعالى في حلقات، مجموعة حلقات عبر هذه الشاشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. سأبدأ بالنبي الإنسان، لا تلومونا،